النهارده في معرض المنتجات المصريه، والمعرض دي دورته الثالثه، واحنا بنشجع الصناعه المصريه وبنعرضها على محدود الدخل والجمهور بتاع البلد على تشجيع الصناعه المصريه، وان الصناعه المصريه هنا على اعلى مستوى، وكل الشركات اللي عارضه مستواها الانتاجي كويس جدا، وبيشاركوا معانا باستمرار في المعارض الداخليه والخارجيه اللي على مستوى العالم وكده. واحنا في المناسبه دي بنتمنى ان احنا نعرض شويه على المنتجات ومدى تقدم المنتج المصري في الوقت الحالي يعني. احنا المفروض طبعا نشجع المنتج المصري بتاعنا، لان جودة المصري عالية جدا، ولازم نكسر قاعدة ان المصري فينش رديء. لا، فينش كويس جدا، لان خاماتنا كويسة. يعني انا مثلا في مجال المفروشات، فمجال المفروشات بيعتمد على القطن المصري. القطن المصري بتاعنا جودة عالية جدا، قطن 100%. بدأنا نطور طبعا منتجاتنا، ان احنا نعمل ديزاين حديث مع فينش كويس جدا مع الخامة كويسة. فالحمد لله بقينا بنواكب طبعا المنتجات اللي موجودة، سواء المنتجات التركية عشان عايزين الى حد ما نلغيها تماما من السوق، والمنتجات الصينية. فطبعا كل الحاجات دي كلها احنا النهاردة بنحط المنتج المصري في المقام الأول علشان نشجع منتجات بلدنا. ولازم يتشجع المنتج المصري زي ما الدوله بتعمل كده، تشجيع معارض وتشجيع منتجات، ولازم يعمل دعايه ودعم التصدير. بس هنحاول دايما المصانع دايما تبص دايما للتصدير على الخارج، يعني معارض خارجيه، معارض داخليه، نبعت نجيب تجار من بره. المجلس التصديري يساعدنا، يساعد شويه المصانع، بالذات اليومين دول الدنيا يعني الى حد ما السوق يعني بسبب الاحداث السياسيه اللي في البلد وكده الدنيا مليانه شويه. نحاول نشوف زباين من بره، نحاول نشوف تصدير، نشوف قطاع عام، قطاع خاص، نحاول نحرك الدنيا شويه مع بعض. المنتج المصري منتج كويس جدا من حيث الصناعه، لكن احنا محتاجين تحسين في الجوده وتحسين في الخامات، ومحتاجين شركات كتير تفتح اكتر في الصناعه المصريه وفي كذا مجال، لان بقى المستورد كتير قوي وبقت اسعاره غاليه، ونفسنا ان يبقى في حاجات كتير بصناعه مصريه واسعارها اقل، ونفسنا المعارض تتعمل اكتر من كده، يعني مش مره واحده في السنه، مرتين وثلاثه. الناس بتستنى المعارض، بيبقى فيها خصومات في الاسعار، بيبقى فيها جودات كويسه، وبيبقى فيها منتجات كويسه. من حيث ان احنا بنظبط في الجوده، نخلي الجوده عاليه. الصناعه المصريه طبعا رقم اولى في صناعه الاخشاب، في صناعه الاخشاب بالذات مصر رقم واحد في صناعه الاخشاب. احنا بنحاول نشجع الصناعه المصريه عن طريق ان احنا بنستخدم انظف جوده، اعلى دهانات، اعلى فينش. طبعا عشان نشجع المنتج المصري لازم اول حاجه عشان نخلي المواطن يقبل على المنتج المصري لازم يبقى في دعايه طبعا للمنتج المصري، ونحمس المستهلك ان هو ينزل عشان يشتري المنتج المصري. طبعا الكلام ده بيتم عن طريق زياده المعارض والاسعار المخفضه. احنا طبعا المنتج عندنا مخفض وتشطيبه كويس وجوده عاليه، مستنيين من المواطن الاقبال على المنتج المصري. لازم يكون في معارض كتير، لازم يكون في دعايه كتير. الكلام ده هو اللي هيزود البيع وهنقدر ننافس، واحنا طبعا منتجنا ينافس زي منتجات كتير. منتجنا مش اقل من المنتج الصيني، منتجنا احسن من المنتج الصيني بكتير، لكن مفيش اقبال عليه بسبب قله الدعايه وعدم تشجيع المواطن على النزول انه يستهلك منتجات وطنيه. المفروض ان احنا كلنا بنشجع المنتج، بننزل ونشتري، وما نبصش خالص على المقارنه بينه وبين المنتج الاجنبي. يكفي قوي ان هو منتجنا احنا بايدينا بصنع اولادنا، فلازم نشجعهم ولازم نشتري منهم. بس وانا الحمد لله انا اشتريت حاجات كتير، يعني جهاز لبنتي جايبه لها حاجات كتير وكلها ما شاء الله، يعني حاجات اسعارها مقبوله ومعقوله جدا الاسعار، وخامات نظيفه وخامات محترمه جدا، ويكفي ان هو انتاجنا احنا. والله احنا النهارده جايين عشان نشجع المنتج المصري، لان وشوفنا فعلا حاجات ممتازه، خصوصا الحاجات اللي هي صناعه القطاع العام اللي هو بتاع الحكومه، فالواحد بيثق فيها، بتبقى حاجات واخده خامات ممتازه، واشترينا شويه حاجات كويسه يعني الحمد لله، وسعرها معقول، سعرها ممتاز يعني. بص حضرتك، احنا بالنسبه ازاي نشجع المنتج المصري بتاعنا، انا هتكلم بالنسبه لي انا كاحد العارضين بعمل في مجال الاقطان. احنا عندنا احسن اقطان في العالم، احنا عندنا منتج ممتاز جدا. ينقصنا التسويق، ازاي نسوق المنتج، محتاجين دعم من الدوله ومن الحكومه، ازاي نسوق المنتج بتاعنا خارج مصر عشان نقدر نسوق بره مصر. محتاجين
تسهيلات اكتر في ازاي نسوق المنتج بتاعنا بره مصر، وازاي ننافس المنتج التركي والمنتج الصيني اللي احتكر العالم كله دلوقتي بسبب التسويق الجيد جدا اللي الحكومه بتدعمهم وبتديهم تسهيلات اكتر في التصدير وفي ازاي ان هم يسوقوا في معارض خارجيه. محتاجين تسهيلات اكتر في الخامه عشان نقدر نجيب خامات. احنا عندنا احسن قطن في العالم، بس مش قادرين، بنضطر نستورد خام من بره برضه بسبب شويه تعقيدات في ازاي ان احنا نستورد الخامات ديت. محتاجين تسهيلات اكتر فعلا نقدر نغزو العالم بالمنتج المصري بتاعنا الممتاز المعروف من زمان بالذات في مجال الاقطان. وزي ما حضرتك عارف المنتج زي ما انت شايف المنتج المصري في المعرض في جميع المجالات، الاقطان والمفروشات والادوات المنزليه، كل الحاجات دي حاجات مصريه 100%. منتج ممتاز جدا، محتاج تسويق اكتر، محتاج اهتمام اكتر من الدوله عشان نقدر ان احنا نغزو العالم فعلا بمنتجاتنا المصريه. احنا لازم نروج ليه هنا اكتر، لان الناس بتستورد يعني بتشتري حاجات دايما منتج مش مصري، فالمعرض ده لازم عليه يكون الاقبال اكتر، لان دي حاجات مصريه اكتر، فهتكون دي هتشجع الصناعه المصريه في بلدنا، وهتشجع ناس تانية مش مصريين ان هم يجوا يشتروا من البلد دي ويشتروا منتجاتها بالظبط. فهي شامله كل حاجه، ولازم نهتم بالحوار ده اكتر من كده. احنا هنا عندنا منتجات كلها مصرية. احنا شغالين في قطاع يعني مش هقول اسم الحاجة اللي انا فيها، بس هو قطاع عام. بننتج حاجات مصرية من اول بدايتها لغاية لما يطلع الفينش النهائي كله يعني بإيد مصرية. بنقدمه للناس، ومفروض بقى نشجع الموضوع دوت، اللي احنا مثلا ايه نعمل دعاية، والمفروض الناس تيجي تتعامل معانا وتشتري الحاجة بتاعتنا، وهتلاقي المنتج بتاعنا احسن حاجة يعني عكس الحاجات اللي هي جاية من بره يعني. بس فمفروض يبقى فيه برضو دعاية والناس تحاول تشتري يعني الحاجات مننا يعني. احنا بنحاول بس نشوف المنتجات اللي هي تمشي معانا. بنحاول نعمل منتج ينافس المنتج اللي بيجي من بره، اللي هو بيبقى منتج اصلا ما بيقعدش. احنا بنشتغل بخامات كويسة، بنشتغل بحاجات كويسة. اسعارنا بتبقى اغلى منه شوية، بس احنا بنحاول نجتهد ان الفينش بتاعنا يجيبه، لان هم منتجاتهم اصلا كان صين ولا تركيا فعلا. دي حقيقي مش معمرة. احنا بنشتغل في خامات طبيعيه، هم ما بيشتغلوش في خامات طبيعيه، فهو ده الفارق معانا. فهو المفروض ان العميل المصري بيبقى فاهم الحاجات دي. بالنسبه للمنتج المصري في حاجات كتير احنا متميزين فيها، مش في مصر، في العالم كله. نفسي نبقى متميزين في كل حاجه. في حاجات منها الموبيليا مثلا، ده قطاع من القطاعات اللي احنا متميزين فيها كصناعه مصريه. بس احنا في ايدينا ان احنا نبقى متميزين في كل حاجه على مستوى العالم، مش مصر بس. نفتح اسواق جديده، عندنا ايدي عامله كتير، عندنا امكانيات، عندنا حاجات كتير قوي. والله معرض حلو وفي حاجات حلوه كتيره، ويعني واسعار منافسه، ويعني بصراحه البضاعه المصريه بتظاهر السوق العالميه. واكتر حاجه عندكم يعني انا معجب بيها بصراحه الموبيليا والقطن والملابس. واحنا جايين اصلا هنا لزياره المعرض عشان تشجيع المنتج المصري، دي اهم حاجه عندنا، ويهمنا ان يبقى لنا الكيان بتاعنا والمنتج بتاعنا، وان شاء الله يملى السوق المصري المنتج المصري.